فنحن نحس بمشاكل الشعب، نعلم عندما تنطفئ الكهرباء، ونعلم من ينقطع الماء، ونعلم من تطفح المجاري، ونعلم الناس الجياع، ونشوف الأرامل، ونشوف الأيتام، ونشوف كل هذه المعاناة. أما الذين يسكنون في أبراج عاجية والذين محيطون أنفسهم بأسوار المنطقة الخضراء اللي لا يعلمون ماذا يجري حولهم، ويكتفون ببعض المعلومات التي تصل من هنا وهناك من الذين يحاولون، المتسلقين الذين يحاولون إيصال الأخبار الوردية والصورة الوردية عما يجري في العراق لأجل مصالحهم ولأجل أن يبقوا قريبين من السلطة، فهذا لا يعنينا منهم. سيدة مها وكلهم عراقيين. نعم. هؤلاء حضروا ممثلين بقادة كتل. وسمحت السيد مقتدى الصدر في استفتاء سابق كان واضحا، سيدة مها سوف نضع اللمسات الأخيرة، أي أن الأمر الأساسي كان موجود في اجتماع أربيل، واللمسات الأخيرة موجودة في اجتماع النجف. سيدة مها، أما الكتلة الصدرية خصما، الكتلة الصدرية عمرها لم تكن خصما، ولا تتعامل مع القضايا على شكل إرث شخص، يعني انتقام أو قضايا شخصية. نسمع رأي دسنا على جراحنا ودسنا كثير من الأمور في سبيل مصلحة أبناء الشعب العراقي. نسمع رأي السيدة مقتدى الصدر قال بشكل واضح: كل من يريد مصلحة أبناء الشعب العراقي فنحن له أخوة. هذا شيء واضح جدا. أنا أريد أن نركز على قضية أستاذ عبد الحميد، حضرتك ما خليتني أكملها. قضية أنا طرحت قضية ما جاوبتني عليها الدكتورة السيدة مريم الرئيس. ما المشكلة في حال إيجاد بديل عن المالكي؟ إذا القضية ليست قضية أنه التحالف سوف يمزق. التحالف إحنا اليوم نريد البديل من التحالف. طيب، هنالك تضليل، أنا أقولها بصراحة يؤلمني هذا الكلمة، بس محاولة تضليل الشارع الشيعي أنه إذا خرج السيد المالكي سوف تكون كارثة. خرج قبله السيد الجعفري، لم تنقلب الدنيا. طيب السيد المشهداني استقال من رئاسة مجلس النواب. خليني بس أوضح هذه الكلمة أستاذ عبد الحميد. شنو المشكلة في إيجاد بديل للسيد المالكي؟ أنا لو كنت موجودة قبل السيد المالكي كنت نصحته بعد 4 سنوات أن لا يترشح لرئاسة الوزراء. ومن يقول أن السيد المالكي رشحه الشعب لرئاسة الوزراء فهذا واحدة من اثنين: يا اما هو ما يفتهم الدستور، يا اما يفتهم ودا يحاول يضلل ابناء الشعب العراقي، لان القضيه واضحه. احنا بالنسبه لنا نظام نيابي ولسنا نظام رئاسي. مصر اليوم، الشعب المصري الكريم اليوم ينتخب رئيس، ومن قبله الشعب الفرنسي انتخب رئيس، نظامهم رئاسي. احنا نظام برلماني، ننتخب برلمانيين ممثلين لابناء الشعب العراقي، دول يمثلون في مجلس النواب العراقي، يختارون رئيس الجمهوريه، يختارون رئيس الوزراء، يختارون منهم ايضا رئيس مجلس النواب. طيب إذا سيدة اليوم ليش ما يصير ما الذي حدث للسيد الجعفري عندما خرج؟ طيب اسمحي لي مرة أخرى لمجلس النواب، وممكن أن يرشح كرئيس وزراء مرة أخرى. إذا ليست القضية كارثية. هذا إذا كان هنالك إيمان بالديمقراطية. أما إذا كان هنالك مرض في داخل الشخص أنه عندما يأتي للكرسي بعد ما يقدر يعوفه، فذلك كلام آخر. طيب أنتقل إلى السيدة الرئيس. سيدة الرئيس، يعني نوهتي بتعليق على ما ذكر، تفضلي. يعني دكتور إذا تسمح لي أتمنى أن تعطيني فرصة بالكلام كالتي أعطيتها إلى الدكتورة. يعني ليس برفع الصوت حتى. هي مو فرص، حسب الإجابة. تفضلي. طيب أستاذي، عندما تتحدث بالبداية يعني هي محاولة فقط ممكن بعض التصريحات اللي هي أصلا لا تدرك بأن 3/4 الكتلة الصدرية والوزراء موجودين بالمنطقة الخضراء وينعمون أيضا بالكهرباء اللي الآن هي تتحدث بأسلوب مغاير. هذا جانب. الجانب الآخر عندما يكون الحديث على أنه ما المشكلة، أنا أردت أن أجيب على هذا، ما المشكلة من سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء؟ أنا أقول لك باعتباري أيضا قانونية لا توجد مشكلة إن كانت تتوفر للكتل السياسية الغالبية. يجب أن تلجأ إلى الدستور العراقي، ولكن يجب أن تقرأوا جيدا الدستور العراقي. الدستور بالمادة 61 ثامنا باء يتحدث على آليتين لا ثالث لهما لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. الأولى يتقدم بها فخامة رئيس الجمهورية إلى البرلمان، والثانية وهي ما يتحدثون بها، وهو يقدم طلب من 5 أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولكن لا يجوز أن يتم تقديم هذا الطلب إلا بعد استجوابه. نعم. إذن يجب أن يكون هناك وتكون هناك آلية لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وليس بالتصريحات. طيب سيد الرئيس، رئيس فقط سيد الرئيس، يعني هي لم تقل سحب الثقة، وإنما هم يقولون إبدال السيد المالكي كي يكون مرشحا آخر عن التحالف في حال سحب الثقة من الحكومة. أستاذي، في حال سحب الثقة فأعتقد بأنكم اللي يسحب الثقة هو اللي حيلقى بديل، مو المالكي حيدور بديل.
تحالف. انتم اصلا تقدرون تسحبون الثقه. استاذ السؤال اللي يطرح نفسه، هل الكتل السياسيه الان اللي سياستها ضد المالكي تستطيع ان تسحب الثقه؟ نعم. هي لو كانت تستطيع لسحبت الثقه منذ سنوات وليس منذ اشهر. اما الحديث اللي تتحدث به بانه ما المشكله ما احنا غيرنا الجعفري، انا اعتقد ان هذا كلام يعاب عليها مع احترامي الشديد لها، لانه الطريقه التي استبدل بها الدكتور الجعفري طريقه ابتزازيه ابتداها مسعود البرزاني، ويراد الان ان تعاد مره اخرى لانه تحدث عن كركوك. فالان يجب ان يسن تشريع، وأيضا يجب أن نغير الدستور. نقول مسعود البرزاني إذا أراد أن يغير رئيس الوزراء فيجب أن يتغير. تغيير الدكتور الجعفري لم يأتي باختياره، جاء بضغط، ولكن في وقتها الولايات المتحدة الأمريكية ممكن كانت قد تكون متفقة مع التحالف. الآن الولايات المتحدة الأمريكية خارج. ولكن سيد الرئيس، العراق يعني سيد الرئيس إذا تتذكرين كان أيضا بتحالف بين التوافق في حينها، كان أتذكر عندهم 44 مقعد، وبين العراقية وبين الكردستاني، وحققوا يعني أكثرية، يعني قالوا أنه إذا دخلنا وترشح السيد الجعفري فلن نمرره. نحن نقول الآن يعني أيضا شغل برلمان. نعم، من يستطيع، هي تقول بأن نحن نظام برلماني، فيجب أن نقرأ ما هو النظام البرلماني. مو اليوم كتلة تقول أريد أغير رئيس الحكومة نغيره، يجب أن نتبع الآلية الديمقراطية اللي موجودة. هي تقول مو أكو ديمقراطية، هذه الديمقراطية. طيب رجعوا للمادة 61 فقرة ثامنا، إذا تسمح لي أستاذي بس أكمل، إذا تسمح لي. الدستور يحدد آلية فيجب استجوابه. نحن لدينا برلمان يخشى من مجيء رئيس الحكومة إلى البرلمان. الكتل السياسية في مقدمتها رئيس البرلمان يخشى من مجيء رئيس الحكومة، لأنه سوف يكشف جميع الملفات اللي تتحدث بها الدكتورة. احنا نريد نكشف هاي الملفات. طيب نحن نتحدث على من هي الخروقات الموجودة. نعم سأعود.